تفضلوا شوفوا معي. الدكتور بشار، يعطينا الدكتور بشار، يا الله يا الله سوريا وبشار، الله سوريا وبشار. لو حطونا بوسط النار، لو حطونا بوسط النار، لو حطونا بوسط النار، لو حطونا بوسط النار، غير ثلاثة ما بنختار، غير ثلاثة ما بنختار. الله سوريا وبشار، الله سوريا وبشار، الله سوريا وبشار، الله سوريا وبشار. نفديك يا بشار، نفديك يا بشار، نفديك يا بشار، نفديك يا بشار، الراح الدم، نفديك يا بشار، الراح الدم، نفديك يا بشار، الراح الدم، نفديك يا بشار، الراح. هذا الفيديو الأول في الجزائر. تعالوا نشوف الفيديو الثاني في المغرب. تفضلوا شوفوا في المغرب. مثل ما شفتوا معنا الفيديو الأول في الجزائر والثاني في المغرب. الجزائر اللي لحد الآن ما سمحت للسوريين يحتفلوا بسقوط نظام بشار الأسد. تمام. الجزائر اللي لحد الآن ما سمحت للسوريين المقيمين في الجزائر الأحرار أنهم يحتفلوا بتحرير سوريا بعد سقوط الأسد. تمام. ولكن هلا بتسمح للسوريين الموالين الشبيحة للنظام المجرم الأسد. حبيت بس أوصل فكرة إنه يعني هالناس ما عندكم مثلا ضمير، ما عندكم وجدان، ما عندكم أخلاق. بعد كل هذا الشيء اللي شفتوه من إجرام الأسد، لسه بتطالبوا بأنه الأسد يحكم سوريا؟ فعلا أنكم شعب ما ينحكم إلا بالبوط العسكري. أقسم بالله أنتم ما تنحكمون إلا بالبوط العسكري، أنتم ما تنحكموا إلا والبوط العسكري على راسكم. والله العظيم مثل ما بيقول المثل، القط يحب خناقه. تمام. والجزائر اللي لحد الآن ما معترف بالحكومة الجديدة السورية، ولحد الآن تدعم فلول النظام المجرم بشار الأسد، تدعم شبيحة الأسد. تمام. ودائما مع نظام الأسد، ودائما ضد الشعب السوري.
وما ناسينها على فكرة، ما ناسيين السوريين اللي في سجون الجزائر، ما ناسينهم. راح نضل نطالب فيهم، نطالب الحكومة السورية الجديدة بمطالبة الجزائر بالإفراج عن المساجين السوريين اللي في السجون، عن السوريين اللي موجودين في سجون الجزائر، اللي حطيتوهم في السجون ظلما وعدوانا من غير أي ذنب. تمام، من غير أي ذنب، ظلما وعدوانا حطيتوهم في السجون. هذه هي الجزائر، دائما تدعم المجرمين، تدعم إيران، الشيعة، لأنه هي دولة شيعية وحكومة شيعية. تمام. والشعب اللي بيقول احنا مع الشعب السوري، وينكم لما شفتوا هاي المظاهرة للنظام السوري؟ ليش ما حكيتوا؟ ليش ما حكيتوا عنها؟ ليش ما حكيتوا عن هاي المظاهرة؟ ليش ما طلعتوا ضدها؟ الحكومة الجزائرية ليش ما طلعتوا؟ ليش تسمحوا لهم يطلعوا هاي المظاهرات عنكم وتمنعوا الشعب السوري الحر انه يحتفل بسقوط النظام السوري؟ ليش؟ وين الحكومة السورية، حكومتنا السورية اللي نفتخر فيها الحرة، الحكومة السورية الحرة اللي نفتخر فيها وبنرفع راسنا فيها؟ وينكم؟ ليش ما تطلعوا تردوا على هاي الشيء؟ ليش ما تحاسبوا هذول الناس؟ ليش ما تطالبوا الجزائر تسلمكم المطالب؟ على فكرة أكثر الضباط اللي متورطين بقتل الشعب السوري وتعذيب الشعب السوري راحوا للجزائر، والجزائر استقبلتهم. دولة أحقر دولة في العالم تستقبل المجرمين والسفاحين وقتالين القتلاء. تعرفوا ليش؟ لأنها هي نظام ديكتاتوري، وكانت تدعم نظام ديكتاتوري، نظام حكم نظام قمعي، ويدعم نظام القمعيين، وحكومتها بس تعرف بس القتل والإجرام فقط. مشان هيك تستقبل المجرمين عندها. عرفتوا ليش؟ تحية من ابن سوريا الحرة إلى المغرب والشعب المغربي والملك محمد السادس على ما فعلوه مع الشعب السوري، والشعب المغربي اللي وقفتهم مع الشعب السوري، والصحراء المغربية. ديما مغرب، ديما سوريا حرة.